العلبه اللي في ايديا دي جواها ايفون 17 برو يا جماعه. وايوه انا مش بهزر على فكره، انا بتكلم بجد. لسه واصل لي حالا من الصين. العلبه شكلها غريب جدا، والمفروض ان جواها نفس الموبايل ده الايفون 17 برو ماكس ولكن ميني، حاجه صغيره كده. طبعا منتج زي ده ليه جمهور ابن لذينه وليه استخدامات كتيره جدا، اهمهم مثلا الناس اللي بتروح الجيش، فاهم حاجه؟ انت معاك تليفون قد كده بيتكلم وبيصور وبكل حاجه، هو موبايل حرفيا على قد ايدك يعني. وناس ثانيه بتستخدمه في اغراض ثانيه خالص في الامتحانات ومش عارف ايه. فاحنا النهارده جايبين المنتج ده معانا، وانا ماليش دعوه مين ممكن يستخدمه ازاي، انا جاي اوريك المنتج يعني. طبعا جاي في باكجينج غريب جدا مختلف تماما عن ابل، بس تمام. مرسوم عليه الايفون من بره يعني، بس الشاشه بتاعته. ومن تحت هنا مكتوب عندك اس 17 برو ميني، مش عارف ليه مكتوب اس بس تمام. هنفتح بقى الايه الاختراع ده مع بعض كده. اوكي يا جماعه الموبايل جوه اهو، هو طلع اصغر مما انا متخيل يعني. انت بص عامل ازاي. ده الموبايل. انا لسه ما شفتش ظهره عامه، انا هشوفه لسه معاكم على الحقيقه دلوقتي. تعالى نفتح كده. ماشي ده في محتويات علبه يعني، الناس صارفين. الله هو ده بقى اللي انا مستنيه. معاك اصغر جراب ايفون 17 برو هتشوفه في حياتك. ايه ده بجد يعني؟ ده اغطي بيه ايه ده؟ انا مش فاهم والله. بص عامل ازاي. ده صبعي يا جماعه، ده صبعي، هو قد صبعي حرفيا، عشان بس تتخيل الحجم عامل ازاي. معانا محتويات تانية كتير والله. معانا اللينيرد هنا مثلا، تقدر تعلق منه الموبايل طبعا لان هو صغير جدا، فممكن تلبسه مثلا كده على رقبتك وتحط الموبايل هنا، او ممكن تعلقه في اي حاجه عامه. ومعانا راس شاحن في العلبه. طبعا هنا نتاكد على طول انه مش من ابل، لان ابل ما بتحطش رؤوس شاحن في العلبه. فانت معاك راس شاحن، وبرده يعني ممكن تكون دي اصغر راس شاحن شفتها في حياتي يعني. بص عامله ازاي اصلا يعني. برده انا عايز اقارنها لك بصبعي، هي قد عقلتين صباع بالظبط. تمام شكرا جدا. ومعاك كمان كابل شحن من اليو اس بي اي ليو اس بي سي. فالموبايل ده شكله بيدعم يو اس بي سي، دي حاجه كويسه. في دبوس سيم كاردز. وبص بقى، بص المفاجاه، بص المفاجاه، بص انا لقيت ايه. معاك اصغر سكرين بروتكتور. اسمها بقى سكرين بروتكتور بقى، بتتهي كده سكرين. ايه بقى كل ده؟ انا بس عايز اقارنها لك برده بصبعي يعني عشان تبقى فاهم احنا فين يعني. حط صبعك كده، هي قد دي بالظبط. دي سكرينه موبايل فاهم، عرضها قد عقلتين صباع. حاجه كوميديا يعني. وشويه ورق طبعا بالصيني مكتوب لك بقى انه من دواعي السرور ان انت بقى اشتريت الموبايل ده والكلام ده. دي كلها برودكتس جوه العلبه. فخلينا نشيل كده الاكسسوارز دي، وتعالى نفتح الموبايل مع بعض لاول مره. يلا جاهزين يا جماعه؟ يلا بينا. بسم الله. يا لهوي نن خالص. الله بص ظهره عامل ازاي. يا جماعه تحفه، شكله تحفه. استنى اشيل اللزقه دي يا حبيبي. ده يعني ايه ده؟ لما تيجي تقول ده ايفون 17 برو ماكس، ايه يا جدعان ده؟ شوف بص شكله عامل ازاي يعني. ايه ده؟ انا مش فاهم بجد، حد يرد عليا. ده ازاي ايفون ده؟ طبعا ده يا جماعه بص انا هفهمك حاجه يعني. عايزين نقارنه باحجام ثانيه، مثلا نقارنه بالايفون الاصلي مثلا. ده الايفون الاصلي اهو، تعال نقارنه بيه. ده الايفون الاصلي، وده ال 17 برو ماكس ابنه يعني، ابنه حفيده حاجه كده يعني، حاجه واقعه منه صغيره كده. بص انا عايز اقول لك انا عندي راس شاحن اكبر منه يعني. استنى كده اوريك حاجه. اوريك حاجه. دي راس شاحن بجد من الصغيرين عندي. انا عندي حاجات اكبر من كده. بص كده الموبايل يعني حجم راس الشاحن، بيحاكي حجم راس الشاحن. انت فاهم اللي احنا فيه. عامه ده موبايل المفروض ان هو شغال طبعا يعني. احنا لو بصينا عليه الاول، انا عايز اقول لك الماتيريال يعني كويسه. الموبايل خاماته حلوه طبعا، هو من البلاستيك، ولكن الحته دي تحسها اكليريك كده او ازاز شويه، فشكلها حلو جدا اللي هو البلاتو اللي هنا ده. وبرده عاملين جسم الايفون كلون هنا مختلف عن باقي الموبايل، فيعني قريب للايفون يعني. احنا جبنا برده الايفون ايه عشان نبص على الدنيا كده. بس طبعا ده الايفون الفيك يعني. لو ما شفتش الايفون الفيك الفيديو بتاعه وتشوفوا من الاي اللي فوق دي هيعجبك جدا. المهم ده كده يعني شكلهم بالنسبه لبعض. عندك هنا من الجنب في زراير، فتعال نبص عليها كده. من الجنب اليمين عندك هنا زرار الباور، وبعدين عندك زرار المفروض ده الكاميرا كنترول بتاع الكاميرا، مش عارف شغال ولا لا. وعندك هنا بيت الشريحه. تعال برضو نجربه كده، هل هيفتح معانا عادي؟ واو بتطلع يا جدعان عادي. ايه ده كل دي؟ يعني ما توقعتش ان كل الشرايح دي تبقى جواها بصراحه. بص عامل ازاي يعني، اجدعها شريحه يعني. انت ممكن تركب هنا شريحتين او شريحه وكارت ميموري، فحاجه ممتازه جدا بالنسبه للناس اللي في الجيش. اظن الموبايل ده يشيل شريحتين عادي. بعدين من تحت هنا عندك مدخل شحن تايب سي، ومن الجنب الثاني عندك فيه هنا زرار فوليوم اب وداون بيعلي ويوطي الصوت. ودي شاشه الموبايل. ده كده الايه الشاشه. هنفتح طب الموبايل على الباور. ايوه بقى، ايوه الانيميشن والحركات طبعا مكتوب بالصيني مش عارف ليه. تقريبا دي ويلكم بالصيني يعني. حواف الشاشه طبعا كارثيه يعني. انت عندك هنا هو البانش في الشاشه، والحواف نفسها تخينه جدا، والحافه اللي تحت دي قد الجاموسه. بص عامل ازاي الحافه اللي تحت تزعل بجد يعني. واو الموبايل فتح يا جماعه، وحاطين عليه نفس الوول بيبر الاوريجينال اللي موجوده على الايفون 17 برو ماكس يعني. دي نفس الوول بيبر اللي موجوده على الايفون اللي هو البرتقاني يعني الاوريجينال. دي بصراحه لفته حلوه منهم يعني. طيب تعال نفتح الموبايل بقى. ده زرار الباور اهو. بص بيغير وول بيبر كل ما بضغط كده، بيغير والله يا جماعه جامد قوي، جامد قوي بجد، شكله تحفه. تعال نفتح بسم الله. ايوه سمعت الصوت ده؟ في ساوند افكت وهو بيفتح. استنى اعيدها لك تاني.
اي خدمه. كتجربه اوليه بص يعني والله الموبايل شغال وشغال بسرعه، يعني انا مستغرب من السرعه اللي هو فيها. يعني بننزل بقى شريط الاشعارات كده، الله عليك الواي فاي والكنترول سنتر اهو موجود. بس هو طبعا اندرويد يعني، ده بالظبط هو من جوه اندرويد خالص، مش بيكذب عليك مثلا وحاطط واجهه شبه الايفون، لا هو ده اندرويد عادي. طب تعالى نكونكت على الواي فاي كده. اصغر كيباد هتكتب عليها في حياتك. انا مش عارف بصراحه ازاي صبعي هيكتب على دي، انا ما عنديش ادنى فكره، بس تعال نجرب يعني. طب والله بيكتب يا جماعه، انا قادر ان انا اتلخبطت في حرفين اهو. طب والله قادر يعني، قادر ان انا اعملها عادي. وسربرايزنجلي يعني الموبايل ده سريع، انا مش عارف ازاي يعني، هو الموبايل بجد سريع. السوفت وير او تجربه الاستخدام بتاعه احسن من الايفون الكبير قوي الفيك ده، فاهم، اللي الناس بتشتريه. لا ده يعني ده عملي عادي يعني. بص الدنيا فيه سلسه كده. احنا طبعا لسه عايزين نجرب الكاميرات والحاجات والصوت وكده، بس تعالى برضو مثلا ندخل على الانترنت ونجرب مثلا نفتح فيديو يوتيوب او حاجه. هو اصلا تقريبا ما فيهوش جوجل بلاي او حاجه، هو ما بينزلوش ابلكيشنز خارجيه يعني، هم عليه عدد ابلكيشنز محدود وعدى كل الحدود. بص يعني انت هتلاقي هنا ايه، هي دي الابلكيشنز الموجوده، مفيش اصلا جوجل بلاي او اي حاجه. طيب تعال نخش على البراوزر ونسيرش كده. في يوتيوب اهو، ندخل على يوتيوب عادي. والله يوتيوب شغال يا جماعه، يعني بجد شغال. استنى هسيرش كده، يعني مثلا نجيب اغنيه ايه مثلا، برازيل بتاعت عفروتو. او استنى بقول لك انا هجيب القناه بتاعتي. انا عايز اشوف نفسي على الشاشه دي عامله ازاي. محمد حكيم، تعال نشوف كده نفسي عامل ازاي. ايوه انا ظهرت يا جدعان. تعال نشوف مثلا الايفون الفيك ده، نفتح الفيديو بتاعه، علي الصوت بقى على الاخر كده، سمعنا صوت. ايفون 17 برو ماكس البرتقالي اللي معايا ده يا جماعه. ايوه ده مش الايفون اللي ب 1200 دولار اللي بيتباع في ابل، واللي بالمناسبه ده هو هنا اهو معانا، انا لسه جايبه حالا من ابل ستور. انت سامع؟ العلبه من بره هو نفس ممكن تكبر الشاشه كمان. بص تتفرج يعني فيديو اختراع، والله اختراع. بيقول لك اعمل لايك يا جدعان، لازم تعمل لايك دلوقتي، شكلك ما عملتش لايك يعني. اعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا، وسبسكرايب لو اول مره تشوفني على يوتيوب وعايز تشوفني تاني. يا جماعه يوتيوب شغال عليه عادي جدا، زيه زي يعني الموبايلات الطبيعيه، فاهم يعني، حتى مش زي المعفن ده الهاي كوبي كان زباله يعني يوتيوب بيعلق عليه. هنا لا، هو عشان هو تقريبا السوفت وير بتاعه اندرويد، هو خلاص هو السوفت وير لذيذ عادي سريع، فاهم، مفيش مشكله. التاني ده كان اندرويد يعني متهاك، فاهم حاجه يعني، معمول له واجهه عشان يبقى شبه الايفون ويضحك عليك. التاني ده تقيل، لكن ده عادي. ده بص يعني تجربه الاستخدام شغال سريع جدا عادي، وتنزل كنترول سنتر كده وتفتح الواي فاي كده، الدنيا تمام. تعال نشوف السيتنجز عامله ازاي. مفيش سيتنجز اصلا، لا في سيتنجز اهي. اندرويد من جوه عادي خالص. انا اصلا عايز اعرف هو اندرويد كام. اهو اندرويد 13 يا جماعه عادي يعني، حاجه تعتبر جديده عادي، فاهم، مش متاخر قوي، مش اندرويد 6 مثلا ولا حاجه يعني. التاني ده كان اي او اس 1 مثلا، فاهم، انما هنا لا، الموبايل ده سريع. تعال مثلا نجرب الكاميرا، ايه رايكم نجرب الكاميرا؟ ما تيجوا نشوف الكاميرا. وفي فلاش هنا برضو، عايز اجرب الفلاش الصغير ده، بس تعال الاول نجرب الكاميرا. يلا بينا بسم الله. ايوه الكاميرا شغاله يا جماعه، شغاله وشغاله كويس يعني. استنى كده هصور بيها الايفون التاني يا جماعه، بجد حلوه. استنى بص الصوره اللي هو كاميرا عادي، انا تمام جدا مع الصوره. بص عامله ازاي، ممكن ازوم فيها كده تحفه. دي كاميرا بجد يعني، اللي هو انا ممكن اصور بيها حاجات وواضحه يعني. انا متفاجئ على فكره، حد يقول لي ازاي الكلام ده يا جدعان بيحصل، انا مش فاهم. تعال نجرب السيلفي. طيب هقلب الكاميرا، بص ابلكيشن الكاميرا من جوه فيها، هي قلب الكاميرا يا جماعه. السيلفي احلى من الايفون الفيك اقسم بالله يعني. استنى كده، طبعا هي مش احلى حاجه، بس اللي هو ستيل انا شايف نفسي كويس عادي يعني. بص انسان طبيعي عادي خالص، حكيم عادي، بس الكواليتي مش احسن حاجه قوي يعني، بس ستيل اللي هو قشطه، ممكن اعتمد عليها واصور بيها يعني. ودي كواليتي تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي، ايه رايكم؟ لا تحفه. انا متفاجئ والله العظيم، انا متوقعت كده. انا كنت بطلب البتاع ده بايدي على قلبي ان هو اصلا يوصل سليم وشغال، فاهم، ان هو بقى يطلع كده. والله فاجئني اقسم بالله يعني. دلوقتي انت عندك على فكره ايه ده، طلع فيه بلاي ستور اهو، بس هو شكله بلاي ستور غريب شويه. بلاي ستور صيني، مش بلاي ستور بتاع جوجل يعني. لا يا جماعه الموبايل شغال عادي جدا. طب تعالوا نجرب زرار الكاميرا كده من هنا، بيفتح الابلكيشن ولا بيعمل؟ اوبا ده شغال. بص استنى هدوس عليه اهو، بيفتح ابلكيشن الكاميرا على طول. ممكن تصور بيه ولا ايه؟ تاخد صور اهو عادي يعني. ممكن انت تصور بالزرار بتاع الشاتر اللي هنا، بس هو مش كاميرا كنترول بقى يعمل زوم ان وزوم اوت وكده، لا يعني هو بس زرار تضغط عليه تصور صور، فاهم يعني. بص كده صور ايدي اهو، بصور بيه، فاهم. عايزين المشاهد لو بتشتري اي حاجه من على نون دوت كوم، فعايز اقول لك ان عندنا اكواد خصم تديك خصم زياده على نون دوت كوم اللي اوريدي عليه اصلا خصومات دلوقتي. هم حكيم وحكيمه وحكيم 1 وحكيم 2، الاربع اكواد دول شغالين على كل منصات نون دلوقتي. هتلاقي على نون مصر والسعوديه والامارات واي دوله ثانيه شغال عليها نون. تقدر تدخل كود الخصم ده وانت بتشتري خلاص في اخر خطوه، وهتاخد خصم زياده على سعر المنتج، والتوصيل بيكون مجانا لحد قدام باب بيتك. فخد الاكواد دي عندك، اكتبهم في ورقه خارجيه، حطهم سكرين شوت دلوقتي على موبايلك، لان انت هتحتاجه وقت ما تيجي تشتري. وبس اسيبك تكمل باقي الفيديو. طيب ما تيجوا نجرب الفلاش. تعالوا، انا عايز اجرب الفلاش الصراحه. في فلاش لايت هنا ايه، نضغط عليها. طب بينور، استنى كده، بينور والله يعني. هو طبعا ايه شكله بينور لجوه زي التاني، اخينا التاني ده برضه كان بينور لجوه. هو فلاش ضعيف بس يعني والله ظاهر له سن التاثير شويه يعني. اظن في مكان
ضلمه يعني هنا في اضاءات وبتاع، فممكن في مكان ضلمه خالص ينفعك يعني يبقى فلاش كويس. وبطاريته 97%، هو جاي مشحون كمان فدي حاجه حلوه. بص بتنزل كده، هو حرفيا اندرويد يعني ممكن اوطي البرايتنس واعليها، عندك كل الاوبشنز بقى، اير بلين مود شغاله، دونت ديسترب، بلوتوث، جامد قوي يا جماعه. هو اندرويد، موبايل اندرويد من جوه عادي خالص، فيه بلوتوث وهكذا، ولكن شكلا من بره ايفون 17 برو ماكس. بص عامل ازاي. طبعا هم الثلاث كاميرات دول يعني فاضيين، هي كاميرا واحده بس اللي شغاله، هتلاقي جوه كله فاضي ما عدا كاميرا واحده. تعالوا نشوف انهي واحده اللي شغاله عشان اقول لكم برده. دي الكاميرا الخلفيه اهي، هي دي، اول واحده بس اللي شغاله، الاثنين التانيين ما لهمش اي لعب، هي واحده بس اللي شغاله اللي هي الرئيسيه اللي فوق، الباقيين الاثنين ما لهمش اي دور. وطبعا ده مش لايدر سنسور، دي بقعه سوداء عادي جدا في الظهر عشان بس يحاكوا الايفون يعني. بص عامل ازاي ما شاء الله. احنا معانا ايفونين الاثنين مضروبين ده ايفون هاي كوبي اصلا مش الحقيقي، وده كمان ايه الاس 17 برو ميني يعني ايفون ميني عادي. تعالوا نجرب الشاحن بتاعه، طيب هل هيشحن ولا لا. ادي الشاحن بتاعه، احنا جايبين هنا بقى تشارجر كمان ممكن نوصله على طول دايركت، فتعالى الشاحن ده شغال صيني بس ما علينا. تعالوا نجرب نشحن الموبايل نفسه بس، كابل الشحن حتى بتاعه ونشوف هيشحن ولا هيعمل ايه. بسم الله يا رب بس ما ينفجرش انا خايف شويه. ايوه ايه ده، في صوت، استنى اسمعهولك، اسمع كده، في شغال اهو يا جماعه 97% وبيشحن تمام، فلا تمام، حتى الباتري بتاعته تمام. والله يا جماعه يعني انا شايفه يوزابل قوي بالنسبه للناس اللي عايزين حاجه زي كده، يعني اللي هو مش عايز موبايل كبير، هو مثلا هيبقى بيروح الجيش او بيروح مكان مش عايز فيه موبايلات كبيره، فده هيبقى يعني حل مثالي ليه ويقدر يتكلم فيه طبعا وهكذا. طبعا صوت السماعات بتاعه ما كانش احسن حاجه، ما كانش الانقى، ولكن كان شغال يعني تعرف تتكلم منه عادي. الموبايل سريع وعملي، مش هيعلق معاك او حاجه، هو ما بينزلش عليه اي حاجه اصلا، هو مش هيعلق معاك، انت مش هتقدر انك تنزل له حاجه اصلا عشان يعلق، فاهم؟ فقشطه يعني. كاميراته شغاله، شكله كويس، وسعره كمان كويس جدا. عايز اقول لك الموبايل ده بيتباع على علي اكسبريس، انا جايبه بكام بقى يا باشا؟ بحوالي $47. $47 ده سعره الفعلي على علي اكسبريس، يعني بتتكلم في 140 درهم، بتتكلم اللي هو 150 140 ريال سعودي، بتتكلم في ان هو حوالي 2000 جنيه مصري، فاهم؟ ولا 2000 وشويه مصري. بجد موبايل رخيص جدا، واظن ينفع لاي حد محتاج الحجم ده من الموبايلات. تمام، ارجحه ولا لا؟ بصراحه انا شايف ان هو حلو لو انت محتاج ده، غير كده هو ما ينفعش موبايلك الاساسي، ده ما ينفعش يبقى عوضا عن موبايلك اللي بتستخدمه كل يوم، بتنزل عليه واتسابك بقى وانستجرام ومش عارف ايه، لان ده حتى البلاي ستور بتاعه صيني، فاهم؟ فمش هينفع الحاجات دي. هو بس يا دوبك لو انت عايز تحط موبايل فيه شريحتين ويبقى صغير جدا، تعرف تخبيه مثلا او حاجه، انا ما اعرفش ليه بس تمام، وتقدر تتكلم منه، تاخد صور بيه، مفيد بصراحه. ده اختراع بصراحه عجبني جدا، وانا ماليش دعوه مين ممكن يستخدمه بطريقه عامله ازاي، انا بس قلت اعرض لك الموبايل وجبته لك. بس لو عندكم اي استفسار عن الموبايل ده اكتبوا لي تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، انتوا عارفين انا بقرا كل الكومنتس برد عليها. واسال معاكم تشوفوا لايك شكل كبير، ولكن اخر فيديو جديد، بيس.